أهلا ومرحبا بكم معانا في فيلمنا النهاردة. الفيلم بيتكلم عن دكتورة شريفة بتأجر شقة بعيدة عن جوزها، وبتاخد المرضى بتوعها على الشقة دي وبتعمل معاهم سحلب بالمكسرات، لكن تعمل الأركان. لكن بعد فترة جوزها بيعرف وبتبقى مصيبة. فتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. الجزء الأول بنشوف شقة فاضية ونظيفة وواضح إن ما فيهاش أي حد. بنتعرف بعدها على شارلو اللي كانت بتتفرج على الشقة وفي الآخر بتأجرها وبتدفع الفلوس كاش وقتي للست صاحبة المكان. بتروح بعدها على حمام السباحة علشان تتفرج على ابنها، وفي آخر اليوم بتقرأ له حدوتة قبل النوم، وبيطلب منها واحدة كمان لكن هي بتقوله الخامد يا حبيبي. تاني يوم بتقول لجوزها إنها مشغولة في البحث بتاعها وبتطلب منه يجيب ابنهم من المدرسة النهاردة. بتروح شغلها عادي، يومها عادي، وبتطمن على المرضى، لكن بنلاقيها في المشهد اللي بعد كده في الشقة اللي هي أجرتها ومعاها واحد مش جوزها على السرير. كان واضح من المشهد إنها حاسة بحاجة ناقصة جواها، مش عارف إيه بالظبط، لكن في حاجة عايزة تاخدها من اللي بتعمله. إيه هي؟ الله أعلم. وكان نفسي اقول لكم هنعرف في الفيلم، لكن والله ما هيحصل. لما بتخلص بتاخد دش والايام بتعدي، وايامها بعد كده بتكمل زي ما هي. في احد المرات وهي بتلف على المرضى بتلاقي ممرضه بتقيس الضغط الواحد، فبتحسب حاجه في دماغها وبتخش وبتقول لها اتكلي انت على الله، وبتقيس هي الضغط للجدع ده. وهوب دبل كي تاني حاجه بنشوفها هما الاتنين في نفس الشقه اللي هي مأجراها وسحله بالمكسرات يا معلم. لما بيخلصوا بتقوم وبتاخد دش وبتستنى البه تاني اللي جاي، ولا اجدعها بالدعاره يا اخوانا والله. تاني يوم بتطلع مع جوزها والعيال، ولما بيرجعوا البيت بتقول لجوزها وهما في السرير انها بتحبه. نعم يا اختي. المهم تاني يوم بنلاقيها في الشقه تاني وهي مستنيه واحد كمان، ولكن دي وراها حاجه كبيره قوي يا خال. بنلاقي الجدع اللي جاي ده عجوز عنده بتاع 150 سنه كده في الحدود دي. يعني انا اصلا كنت مستغرب انه ما تحولش تراب وهو يلا. بتطلع بعدها على مدرسه ابنها علشان تقابل المدرسين بتوعه، وجوزها كان مستنيها في الفصل لانها اتاخرت. تاني يوم بتطلع على جوزها في الشغل علشان تشوف الموقع بتاعه، ولما بتلف في المكان بتلاقي في وشها تاني راجل هقت معاها في الشقه بيقول لها اهلا، وهي بتبلبن في وشه. ولما بيقرب منها بيقول لها مش فاكراني ولا ايه، وهي بتقعد تصوت ولا ابداع حنجره لويس لين بتاعت سوبرمان. حاول يهديها لكن بتخبطه في مناخيره وبيقع على الارض، وهي بتهدى شويه لكن لما بتقرب منه بتديله بنيه كمان في مناخيره. ايه المجنونه بنت المجانين دي؟ وطبعا في الغالب والاكيد ان جوزها هيعرف. الجزء الاول بيخلص على كده علشان يقول لنا قد ايه هي عبيطه ومجنونه. الجزء الثاني بنشوفها بعد كده عند دكتوره نفسيه باين، وبتقول لها هنكمل الجلسه الجايه. ولما الميعاد بيجي بتقعد تقول كلام غريب، لو انا اصله معلش وحياه، طب ليه؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال يراودني يا دوكا والله. وكلام تاني غريب. في الجلسه الثالثه الدكتوره بتسالها اخبار الدواء بتاعك ايه، فبتقول لها انها مش حاسه باي اختلاف، لكن الدكتوره بتقول لها ده طبيعي في الاول. في الجلسه اللي بعد كده بتاخد جوزها معاها وبتبدا تتكلم عن ماكس جوزها وقد ايه هو امير وبيعرف هي بتحب ايه وبيحبها فعلا، وبيلاقي دايما طريقه يظبط الدنيا وكلام من بتاع العلم الاخضر بتاع الستات، وبتقعد تلوك نص ساعه بحالها. ومن شكل ماكس بنعرف ان كل حاجه اتعرفت، وعرف انها مأجره شقه الفجره وبتعمل اللي بتعمله. لما بتخلص الدكتوره بتكتب شويه كلام في الورق وبتسالها ايه الفرق بين جوزك والرجاله اللي بتاخديهم معاك على الشقه. بتقعد تقول كلام غير مفهوم تاني، وان الرجاله دول مختلفين عن ماكس. اي نعم هو وسيم واي واحده تستمناه، وهي ما بتردش عليه وبيقول لها ساعتها يعني الشكله كانت في الفاضي علشان تطلع على الشقه، وهي ما كانتش عارفه ترد باي حاجه. بعد الاستراحه بيكملوا الجلسه وبتبدا تحكي عن الرجاله اللي معاها. بتقول لهم انها كانت بتحس انها مش لوحدها، وقعدت تحكي شويه عن اللي بيحصل بينهم وايه اللي بتحس بيه لما بتكون معاهم. لكن الغريبه لما الدكتوره سالتها طب شكلهم ايه، ما كانتش عارفه شكل اي واحد فيهم ولا حتى اسمائهم. وماكس كان بيبص لها بصه يا بنت الدكتوره بتكمل اسئله عن الرجاله المختلفه، الاشكال والالوان، الطويل والقصير، التخين والرفيع، ده الراجل يعني جسمه. وانا كان نفسي اعرف ايه اللي خلاها تاخد جده معاها الشقه، بس للاسف ما عرفناش. المهم انها بترفض تكمل كلامه والجلسه بتخلص على كده. بعد الجلسه بتروح على جنينه صغيره وبتقعد هناك ومش عارف ايه اللي كان في دماغها، والله المخرج ذات نفسه ما عارف ايه اللي في دماغها. بتطلع بعدها على المحكمه. انا ما كنتش عارف بالظبط ايه اللي كان بيتقال، هل الراجل اللي ضربته عمل محضر ولا حاجه، ولا علشان نامت مع رجاله بعدد شعر راسها، ولا الناس شافوها مش هتعرف تكمل شغلها.
لكن الأكيد إن الجلسات دي كانت بأمر من المستشفى علشان يشوفوها هتعرف تكمل شغل ولا لأ، والدكتور بتاعها كان رأيه إن ضميرها ميت ولازم تندم أكتر من كده على اللي عملته، وفي الآخر بتطرد من الشغل. بتطلع بعد كده على الشقة اللي هي أجرتها وبتقعد على السرير وبتضحك مجنونة. بنلاقي جوزها داخل الشقة وبيبص لها شوية وبيقعد جنبها وهي بتبص له من الجنب كده، لكن هو ما بيتحركش ومحدش منهم بيقول أي كلمة، وبعدها بياخد بعضه وبيتكل على الله. الحمد لله. هوب دبل كيك بنلاقي الشريفة الظريفة الرقيقة شارلوت هانين به في الهند وهي شايلة عيل. جوزها وابنها كانوا بره في الشمس قاعدين يلعبوا سوا. كانت بتقضي أغلب وقتها في المطبخ وبتطلع على السوق علشان تعمل شوية شوبينج وبترجع البيت وبتقعد على مكنة الخياطة علشان تضيع شوية وقت. في أحد الأيام جوزها بيسأل الولية اللي قاعدة معاهم في البيت علشان تاخد بالها من العيال عليها، وهي بتقول إنها في المطبخ على طول وبتطلع كل يوم على السوق. تاني يوم بنلاقيها بتروح أحد المباني وبتطلع على السطح وبتقعد تشم سناه. جوزها لما بيشوفها بتطلع كل يوم بيقرر إنه ياخد بعضه ويمشي وراها، وبيوصل معاها على المبنى اللي بتحب تقعد فيه. بيلاقيها قاعدة في ركن لوحدها برضه من غير ما تعمل أي حاجة وما بتاخدش بالها منه، فبيسيب المكان وبيمشي. الأيام بتعدي عادي بعد كده، وبيقول لها وهم في السرير إنه أحيانا بيبقى مش عارفها. بنشوفهم بعد كده وهم في عربية وسايقين في صحراء، وساعتها الفيلم بيخلص. والله الفيلم بيخلص على كده. أنا لو شفت الجدع اللي بيختار الأفلام دي هعبطه. المهم إن عدت الفيلم مرتين تلاتة علشان أعرف الحاجة المهمة اللي عايز يقولها، واكتشفت اكتشاف خطير، وهو إني للمرة التانية على توازي مش عارف الفيلم عايز يقول إيه. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص، ونشوفكم على خير الفيلم الجاي. لكن طبعا قبل ما نقفل ما تنساش لايكك الجميل واشتراكك في القناة لو انت مش مشترك معانا، مع العلم ان انت لو شفت الفيلم ده مش هتحط اشتراك ولا لايك ولا اي حاجة، بس تمام اشترك برضه، اللي جاي احسن. يلا سلام.